السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بغشه الافران باسهل واسرع طريقه. ان شاء الله هقول لكم على كل تفاصيل وتركات البغشه بتاعتنا الحلوه. ان شاء الله هقول لكم ازاي تطلع معاكم منفوخه وتطلع معاكم مورقه وكمان واخده لون وكمان احلى من بره بكتير. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. يلا نبدا الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جبنا البوله بتاعتنا او الطبق اللي هنعجن فيه، بدانا نحط كوبايه من الميه. تمام، احنا معانا كميه الميه هقول لكم دلوقتي اخدت معانا قد ايه ميه. تمام، حطينا هنا معلقتين من الزيت وحطينا معلقه كبيره من السكر وحطينا رشه ملح وبدانا كده نقلب تقليبه حلو جدا لحد السكر ما يدوب معانا تماما. عايزين السكر يدوب معانا علشان ما يقطعش العجينه بتاعتنا. تمام، قلبنا السكر مع الميه ومع الزيت والملح وبدانا ننزل بالدقيق بتاعنا. انا معايا هنا نص كيلو من الدقيق بما يعادل 4 كوبايات من المج العادي او الكوبايه المعياريه بتاعتنا. نبدا نعجن كده. طبعا احنا حطينا خلاص كميه الدقيق كلها بتاعتنا اهي. تمام، وهبدا اعجن. طبعا لو عندك عجان اعجني في العجان، هيوفر عليكي مجهود وهيوفر عليكي كمان وقت. لكن انا هستخدم ايديا وهعجن عادي جدا اهو في البوله مع بعضينا اهو. خلاص انا هبدا. طبعا انا ما نزلتش بكميه الميه كلها، انا نزلت بكوبايه والنص كوبايه الباقيه على جنب كده. بدات انزل معلقه معلقه لحد ما اخلص كميه الميه اللي معايا، او اشوف العجينه اخدت قد ايه معايا. ممكن ما تاخدش معايا كوبايه ونص، خلاص على حسب نوع الدقيق. النوع طبعا الدقيق لجميع الاستخدامات او لجميع الاستعمالات لازم يكون فيه عرق يا جماعه، علشان البغاشه بتاعتنا عايزه دقيق فيه عرق. تمام، خلاص كده انا هنا عجنت كده في البوله. هبدا كده اخدها كده على السطح بتاعي وابدا كده اعجنها حلو جدا. تمام، طبعا حاولي انك انت تريحيها شويه، كل ما بتريحيها هتريحك يعني علشان ما تاخدش منك وقت ولا مجهود. ابداي كده اعجنيها كده دقيقتين وغطيها بكيس تلاجة. تمام، وسيبيها كده شويه وارجعي لها تاني وابداي اعجني فيها تاني. بص انا هنا هغطيها كده واسيبها كده شويه لمده دقيقتين وهرجع لها تاني اهو بالشكل ده. طبعا احنا بنغطيها هنا علشان بس ما تعملش قشره من الهواء وتنشف معانا. تمام، انا هنا شلت الكيس كده بعد دقيقتين، رجعت لها او 5 دقايق او 3 دقايق على حسب، بس ايه على حسب ما تكوني كده خلصتي اللي في ايدك او وانتي واقفه كده. تمام، خلاص انا هنا كده برضو حبيت ان انا اريحها كمان مره وابدا ارجع لها تاني. خلاص زي ما قلت لكم احنا عايزين العجينه يبقى فيها عرق. تمام كده يا جماعه، انا غطيتها كده للمره الثالثه اهو وشلت الكيس من عليها وبدات اعجنها لحد ما اوصل للقوام الناعم اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا قوام ناعم، ووصل كمان للعرق. انا عملت لها كده عرق بسبب ان انا بريحها وبرجع اعجنها من تاني، ما بتاخدش معايا وقت خالص. تمام، بقت ملمسها ناعم اهي وبقت عجينه ناعمه معايا. وانا طبعا عايزين العجينه لا هي ناشفه او يابسه ولا هي طريه، يعني عجينه متوسطه. تمام كده، خلاص كده عجناها حلو جدا كده وريحناها سيبناها. طبعا انا سبتها هنا ترتاح شويه، مش عايزينها نريحها كتير علشان ما تسحش مننا او العجينه ما تطرش مننا. تمام، احنا بس هنريحها 5 دقايق كده ونبدا كده نجيبها ونبدا نفردها اهو بالشكل ده. طبعا لو حابه انك انت تفرديها بايديكي افرديها عادي جدا، مش هتاخد معاكي يعني وقت كتير ومش هتاخد معاكي برضو مجهود. تمام، انا بدات كده افردها مستطيل اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام اهو، خلاص حاولي بقدر الامكان انك انت تفرديها مستطيل علشان احنا هنلفها او هنرلها رول. خلاص انا كده طبعا السمك الفرد بتاعنا كان 1 سنتي، يعني لا هي رقيقه برضو ولا هي تخينه. تمام، خلاص معايا هنا نص كوبايه من الزبده بدرجه حراره الغرفه. بدات كده افردها على العجينه بتاعتي كلها. تمام، هنا ممكن تستخدمي سمنه لو مش حابه تستخدمي زبده، بس السمنه هتحطيها في التلاجة شويه تتمسك معاكي علشان تبداي كده تفرديها وما تخرجش من العجينه بتاعتك. كمان برضو ما تبقاش برضو يعني اتجمدت معاكي وتخرم منك العجين او تقطع منك العجين. خلاص هنبدا كده نريلها رول رفيع خالص. حاولي انك انت تضيقي الرول بتاعك وانت بتروليه كده او بتروليه علشان احنا عايزين الرول بتاعنا رفيع. تمام، هبدا ارله كده زي ما حضراتكم شايفين وابدا اقفله حلو جدا مع بعض كده اهو. بصوا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، طبعا الصوره معبره عن نفسها. خلاص هبدا كده افردها كده حلو جدا
وابدا كده اقطع البغاشه بتاعتنا على حجم الحجم اللي انا عايزاه، يعني على حجم اللي انا عايزاه هقطع كده البغاشه بتاعتي. عايزه بغاشه صغيره، عايزه بغاشه وسط، عايزه بغاشه كبيره، براحتك. البغاشه هنا على حسب ما انت عايزه. تمام. ممكن تعملي بالنص كيلو 11 فطيره، ممكن 13، ممكن 10، ممكن 5، يعني الحجم ده في ايديكي انت. تمام. بصوا هنا الطبقات بتاعتنا ما شاء الله جميله اهي. تمام. هبدا كده ادهن طبق كده دهنه خفيفه من الزيت، وابدا احط عليه البغاشه بتاعتنا او العجينه بتاعتنا، واحطها في التلاجة لمده 5 دقايق بس، علشان الزبده بس تتمسك مع العجينه وما تخرجش من العجينه. تمام. اهو بالشكل ده. خلاص هاخد كده اول عجينه معانا او اول كره معانا، وهبدا كده افردها زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا مش هنفرد فرد جامد، او مش هنخليها رقيقه ولا سميكه، هنخليها وسط. تمام. وهنبدا نطبقها زي ما حضراتكم شايفين من غير اي دهنه من السمنه او الزبده او اي ماده دهنيه انت بتستخدميها. احنا بس هنطبقها كده، هنفردها بس ونبططها حلو جدا، ونطبقها زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده اهو. خلاص هبدأ احطها برضو في الطبق المدهون دهنة من الزيت، وهبدأ كده افرد كمان باقي العجينة بتاعتي. انا هعمل كده كم واحدة قدامكم، وبعد كده هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة اللي حضراتكم شفتوها. خلاص كده اهو. تمام. تمام. انا هو كده بفردها، هبدا اطبقها كده اهو، وابدا اضغط عليها. خلاص ابداي وانتي بتطبقيها كده اضغطي عليها ضغطه بسيطه علشان تتقفل معاكي. خلاص بس من غير ما تخرجي الزبده، وحاولي تكون يعني ايدك سريعه شويه علشان ما تسخنش الزبده تحت ايدك وتسيح منك وتطلع من العجينه، هتعضم منك البغاشه بتاعتك ومش هتطلع حلوه خالص. تمام اهو. تمام كده بالشكل حضراتكم شايفينه ده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هنطبق كده، هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة اللي حضراتكم شفتوها دي. بصوا ما شاء الله التطبيقة جميلة وشكلها حلو جدا. دي اخر واحدة معانا، انا خلصت الكمية كلها، ودي كانت اخر واحدة معايا في البغاشة بتاعتنا، وفي المرحلة التانية بتاعت الفرد. تمام. طريقة سهلة وبسيطة، وهتعمليها ان شاء الله احسن من الافران بكتير، واحسن وانضف. طبعا الحاجة اللي احنا بنعملها في البيت بتبقى نظيفة، وبتبقى احنا ضامنين نظافتها. تمام. انا كده هغطيها كده بكيس تلاجة، وهدخلها برضو التلاجة لتاني مرة لمدة 5 دقايق برضو الزبدة تتمسك معايا. خلاص هاخد كده اول كرة معانا احنا فردناها وطبقناها، هبدأ كده افردها زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا هنا المرحلة الثالثة او الاخيرة هنفردها بسمك رقيق خالص. تمام بالشكل ده. يعني بصوا احنا في تاني مرحله ما فردناهاش الفرده الرفيعه او الرقيقه، لا احنا هنا فردناها فرد رقيق خالص. خلاص طبعا كل ما انت بتفردي كده بتحطي دهنه من الزيت على السطح بتاعك اللي انت بتفردي عليه، وبتكوني دهنه الصينيه بتاعتك. واول ما تخلصي فرد كده طبعا حاولي انك انت تفرديها مستطيل ويبقى شكلها حلو كده علشان تطلع نفس الشكل اللي انت فردتيها بيه. خلاص هبدا اخدها كده واحطها في الصينيه جنب بعض، يعني ما تقلقيش ان هما مش هيلزقوا في بعض ولا هيمسكوا في بعض، ونحاول نظبط كده الشكل بتاعهم. بصوا انا هنا بدهن كل واحده انا بحطها بدهن تحتيها دهنه خفيفه كده من الزيت، وفوقيها دهنه خفيفه برضو من الزيت، وابدا كده افردها علشان ما تمسكش معايا في المردانه بتاعتي او في السطح اللي انا بفرد عليه. خلاص طبعا هخلص الكميه كلها. طبعا انا بحاول بظبط كده بايدي الشكل بتاع المستطيل بتاع البغاشه بتاعتنا علشان تطلع شكلها حلو في الاخر وتطلع شكلها جميل. خلاص احنا عايزين نعمل احلى من بره، وكل حاجه نعملها في البيت لاولادنا وضامنين نظافتها وضامنين جودتها. خلاص بالشكل حضراتكم شايفين. طبعا انا هنا خلصت كده الكميه كلها بتاعتي، وبدات كده طبعا انا كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 200 سابق التسخين، وهدخل كده البغاشه بتاعتي بس هدهنها دهنه خفيفه من الزيت من فوق كده، وهدخلها الفرن على درجه حراره 200 لمده 12 دقيقه. هتاخد لون ذهبي من تحت، وابدا كده افتح لها الشوايه تاخد لون ذهبي من فوق، وهنكونوا عاملين الشربات بتاعنا اهو. بصوا ما شاء الله شكلها جميل ازاي. طبعا هنا كان البغاشه بتاعتي خرجت من الفرن وهي سخنه، كنا عاملين الشربات بتاعنا. شربات طبعا وسط، شربات الجلاش العادي جدا، كوبايه مع السكر، كوبايه سكر مع نص كوبايه من الميه، عصره نص ليمونه، سيبناها تغلي اول غلوه لمده
سيبناها تغلي غلوه على نار عاليه، وبعد كده هدينا النار لمده 5 دقائق، وبدات سيبناها تبرد. وبعد كده اول ما طلعنا البغاشه بتاعتنا من الفرن صبينا كده عليها الشربات بتاعنا، وده كان شكل البغاشه بتاعتنا. بصوا ما شاء الله عملت معايا كميه حلوه جدا جدا جميله، لازم تجربوها يا جماعه. بصوا منفوخه معانا ومنفوشه ومش معضمه ومورقه وحلوه جدا، لازم تجربوها. بصوا قد ايه ان هي جميله وطريه وهشه، بصوا رقيقه خالص خالص خالص، حاجه تحفه وطعمها جميل وريحتها كمان حلو. جربوها وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.